السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. ونتوجه بتهنئة كبيرة إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر، ونتوجه أيضا بتهنئة خاصة إلى أمير المؤمنين رئيس الدولة الجزائرية السيد عبد المجيد تبون باركه الله وحفظه الله، بتهنئة خاصة بمناسبة عيد الفطر. هذا الرئيس المبارك والصالح والذي أصلح كثيرا من الأمور والمشاكل في بلادنا الحبيبة، وجعل الجزائر دولة عظيمة ودولة إقليمية تنافس السعودية والإمارات ودول الخليج الكبرى. فبعد أن تخلصت الجزائر من الديون والمديونية، ها هي الآن تتقدم شيئا فشيئا وتنافس حتى الدول الأوروبية عن قريب إن شاء الله. ومن أهم إنجازات الرئيس الجزائري آخرها صندوق النفقة، حيث خلص الرجال من القهر والإذلال في السجن بسبب عدم قدرتهم على دفع مستحقات مبلغ النفقة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة والمعوقين والمعوزين، حيث أن النظام السابق كان يقود الرجال والشباب والمعوقين والمرضى دون أو شفقة أو رحمة إلى السجن بسبب عدم تسديدهم لمبلغ هذه النفقة، حتى أن جاء أمير المؤمنين هذا الرئيس المبارك عبد المجيد تبون ونزع هذا الظلم والغطرسة عن الشباب والرجال الجزائريين وعن المرضى والمعوقين، باركه الله وجعلها له في ميزان حسناته في أواخر هذا الشهر المبارك شهر رمضان. ونهنئه تهنئة كبيرة وخاصة بعيد الفطر، لأنه رئيس ورجل بأتم معنى الكلمة، وهو أب لكل الشعب الجزائري، باركه الله وحفظه وأعزه الله، كما أنه رفع الغبن عن الشعب الجزائري بهذا الإجراء المتمثل في صندوق النفقة، حيث كرم به الرجال الجزائريين ومنعهم من الذل في السجون والقهر. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو أمير للمؤمنين بأتم معنى الكلمة، باركه الله وحفظه وزاد من أعماله الصالحة والطيبة وأطال الله في عمره، فهو أب لجميع الجزائريين بأتم معنى الكلمة، فهو خير مثال عن الأب الصالح والرئيس الصالح الشريف والإنسان الشريف والعفيف، حيث أن قانون النفقة الجديد يعفي الناس المرضى والذين غير قادرين عن دفع مبلغ النفقة، يعفيهم من عقوبة السجن، وتتكفل الدولة بدفع مبلغ النفقة للنساء والأولاد المطلقات، لأن المرأة لن تستفيد شيئا إذا دخل زوجها السجن وبقيت هي دون أي مصروف، فهي خاسرة في كلتا الحالتين. فهو فقط كان قانون ظالم للنظام السابق ليذل به الرجال، حتى جاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعزه الله ورفع هذا الظلم عن الشعب الجزائري، جعله الله في ميزان حسناته وباركه لنا. وأيضا من أهم إنجازات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باركه الله هي منحة البطالة، التي لا توجد إلا في بعض دول الخليج والدول الأوروبية، التي أصبح يتمتع بها المواطن الجزائري. وأيضا رفع منح المتقاعدين والموظفين، وأيضا الزيادة في منحة المعوقين والأمراض المزمنة بنسبة
100% أو أكثر. وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بالجيم أو اللايك بالإنجليزية والاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، وادعمونا بالدعاء لنا ولكل الشعب الجزائري وإلى فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أطال الله عمره وأصلح عمله وجعله خير سند للشعب الجزائري وللأمة العربية الإسلامية كلها، وجعله خير سند للفقراء والمظلومين والمرضى، وأطال الله في عمره. بارك الله فيكم جميعا، وعيد مبارك على الشعب الجزائري، وأصلح الله أمورنا إن شاء الله وأحوالنا، ورفع الغبن والبلاء عن الشعب الجزائري بإذن الله. وفي الأخير نتمنى لكم عيد مبارك، ونقول لكم ألف ألف مبروك العيد المبارك، عيد الفطر، على جميع الأمة العربية وعلى الشعب الجزائري بصفة خاصة، وعلى المسؤولين في الدولة، وعلى السيد فخامة رئيس الجمهورية، وعلى الإنجازات العظيمة التي قدموها وقاموا بها من أجل الشعب الجزائري. وشكرا، وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. ونتوجه بتهنئة كبيرة إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر، ونتوجه أيضا بتهنئة خاصة إلى أمير المؤمنين رئيس الدولة الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، باركه الله وحفظه الله، بتهنئة خاصة بمناسبة عيد الفطر. هذا الرئيس المبارك والصالح، والذي أصلح كثيرا من الأمور والمشاكل في بلادنا الحبيبة، وجعل الجزائر دولة عظيمة ودولة إقليمية تنافس السعودية والإمارات ودول الخليج الكبرى. فبعد أن تخلصت الجزائر من الديون والمديونية، ها هي الآن تتقدم شيئا فشيئا وتنافس حتى الدول الأوروبية عن قريب إن شاء الله. ومن أهم إنجازات الرئيس الجزائري آخرها صندوق النفقة، حيث خلص الرجال من القهر والإذلال في السجن بسبب عدم قدرتهم على دفع مستحقات مبلغ النفقة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة والمعوقين والمعوزين، حيث أن النظام السابق كان يقود الرجال والشباب والمعوقين والمرضى دون أو شفقة أو رحمة إلى السجن بسبب عدم تسديدهم لمبلغ هذه النفقة، حتى أن جاء أمير المؤمنين هذا الرئيس المبارك عبد المجيد تبون ونزع هذا الظلم والغطرسة عن الشباب والرجال الجزائريين وعن المرضى والمعوقين، باركه الله وجعلها له في ميزان حسناته في أواخر هذا الشهر المبارك شهر رمضان. ونهنئه تهنئة كبيرة وخاصة بعيد الفطر، لأنه رئيس ورجل بأتم معنى الكلمة، وهو أب لكل الشعب الجزائري، باركه الله وحفظه وأعزه الله، كما أنه رفع الغبن عن الشعب الجزائري بهذا الإجراء المتمثل في صندوق النفقة، حيث كرم به الرجال الجزائريين ومنعهم من الذل في السجون والقهر. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو أمير للمؤمنين بأتم معنى الكلمة، باركه الله
وحفظه وزاد من أعماله الصالحة والطيبة وأطال الله في عمره، فهو أب لجميع الجزائريين بأتم معنى الكلمة، فهو خير مثال عن الأب الصالح والرئيس الصالح